السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما في صحة وهنا وسعادة يا رب. انا ام سيف معاكم. تمام. اتمنى تشتركوا في قناتي وتكبروني بيكو وليكو، عشان اي وصفة اعملها هصورها واقول لكم عليها على طول زي ما بعمل دلوقتي. واتمنى باذن الرحمن كل حاجة انا بعملها تعجبكم. ولايك حلو وتعليق جميل لأم سيف عشان تدعموني وتكبروني بيكو ليكو. النهارده الحمد لله احنا اليومين دول كلنا عامة ماشيين في اي وجبة اقتصادية. كل يوم عايزين طبعا اكل شكل، وكل يوم ولادنا ممكن ما يكونوش بيحبوا الاكل بتاع اليومين او الطبيخ الكتير. ولادنا او اي حد عامة كبير او صغير بيحب التغيير. فطبعا احنا لازم نغير كل يوم وتكون وجبة اقتصادية ورخيصة وجميلة ومغذية، وتكون برضك طعم وشكل لذيذ ومغذية جدا لولادنا. تمام. النهاردة انا عملته ايه؟ انا عملت رز مبهر اللي هو ده بالتوابل اهو. تمام. اهو جميل اهو ومفلفل. رز مبهر عملته ازاي؟ جبت حتة زبدة فرن، لان الزبدة الفرن جميلة بتعمل طعم جميل في الاكل. اللي طبعا ما عندوش سمنة بلدي يحط زبدة فرن. انا حطيت حتة زبدة في الحلة، وبعد كده حطيت عليها رز، وبعد كده حطيت عليها التوابل اللي هي بهارات لحمة شوي وبهارات فراخ شوي، بتعمل تيست وطعم جامد جدا في الاكل. وبعد كده حطيت فلفل اسود وشوية كزبرة ناشفة بيدوا ريحة وطعم جنان، وواحدة ماجي، واي بهارات عندك السبع بهارات، جوز الطيب، حبة قرفة صغيرين عيدان او مطحونة اللي يريحك. تمام. بيطلعوا لك الشكل ده الرز، وممكن كمان يبقى اغمق من كده، بس هو طلع مني فاتح شويه، انا بعمله اغمق من كده. تمام. وبنحط عليها واحده ماجي فاين فوز وشويه ملح وخلاص. ده بيبقى بديل للرز البسمتي، عشان طبعا الرز البسمتي غالي دلوقتي. اللي حابب طبعا يجيبه، بس دي وجبه اقتصاديه. ده بديل ليه للرز البسمتي، هو نفس الطعم، بس طبعا بيتغير شويه. يعني الرز البسمتي ممكن تلاقيه اغلى، ده تلاقيه رخيص شويه، بس هو نفس الطعم. تمام كده. وبتغطي عليه وبتسيبيه لحد ما يستوي. نيجي بقى للبطاطس. انا عملت النهارده بطاطس بالكفته. تمام كده يا حبيبتي. بطاطس قطعتها مكعبات، حطيت عليها طماطميتين، قرن فلفل رومي او محامي على حسب الرغبه، وقطعت بصلايه شرايح، وقطعت فصين توم، وطبعا تبلتهم كلهم في قلب بعض. تبلتهم بايه؟ كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسود، كل التوابل اللي عندك المتاحه. قرفه بتعمل طعم وريحه وتست حلو قوي في الاكل. كزبره ناشفه، فلفل اسود، كل التوابل المتاحه. تمام. وعجنتهم كلهم في قلب بعض ورحت رص عليها الكفته. تمام. بقت الكفته بالمنظر ده، بصوا شكلها جميل 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 اهي يا حبايبي. بصوا عامله ازاي، تحفه يعني، عارف يعني تتاكل لوحدها. بص جميله جميله. الكفته دي انا عملتها ازاي، وهقول لكم برضك على فكره حلوه قوي ممكن تعملوها لكل الناس اللي ما عندهاش كبه. تعملوا ايه؟ انا جبت نص لحمه مفرومه، لان كنت هعمل صينيه كبيره. انا كنت هجيب جبت نص لحمه مفرومه، وممكن تجيبي ربع. الربع مثلا لو جبتيه هتعملي ازاي؟ هتحطي عليه بصلايه مبشوره. انا حطيت عليه بصلايه مبشوره، بس طبعا انا جبت نص، انا بتكلم في الربع، هو بيبقى نفس التست. تمام كده. انا حطيت عليها بصلايه مبشوره، وحطيت حزمه بقدونس قطعتها صغير جدا على الكفته، وحطيت فصين توم وشويه نشا، وتبلتها بالملح والفلفل والكزبره الناشفه والكمون وبهارات لحمه وبهارات فراخ، او برضو كل التوابل اللي عند حضراتكم. تمام كده. رحت عاملاها. بعد كده عجنتها بايديا شويه. طبعا هتحسوا ان هي برضك مفروله شويه عشان تمسك جامد جدا وتكون كويسه اكنك ضربها في الكبه بالظبط. تعملي ايه؟ طبعا احنا مثلا ما عندناش كبه، نعمل ايه؟ رحت انا جبت صينيه وخرطتها زي الملوخيه بالظبط. اخرطي الخليط كله. ايه هو الخليط؟ البصلايه مع اللحمه مع
اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مع حزمه البقدونس، مع طبعا توابلك. كل كميه اللي انت حطيتيها على اللحمه المفروض تضربيها في الكبه او تضربيها على ايديكي، تعجنيها بايديكي. ممكن تعمليها تخرطيها بالظبط اكنك بتخرطي ملوخيه بالظبط، تمسكي المخرطه وتخرطيها زي الملوخيه بالظبط. تمام، هتطلع معاكي نفس اللي هي معموله في الكبه بالظبط. تعملي كل ده تخرطيها في صينيه، هتطلع معاكي نفس اللي انت بتعمليه بالظبط في الكبه، نفس التست بتاعها. وبسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. تمام اهي، بصوا زي ما انتوا شايفينها كده، بصوا جميله ومتماسكه اهي. اهي بصوا، بصوا حبايبي عشان اوريكم من جوه اهي. بصوا جميله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله، هتعجبكم جدا. انتي اللي ما عندوش كبه يا جماعه يعملها زي ما بقول لكم بالظبط، يخرطها بالمخرطه في صينيه، يحط عليها كل التوابل بتاعه الكفته والبصل والبقدونس. اذا كان فراخ بانيه هيعملها كفته، يعملها بنفس الطريقه دي، يقطعها مكعبات صغنوني جدا، ويحط عليها كل الحاجات بتاعتها اللي هو البصل والتوابل وكل حاجه، ويعملها بالظبط كده. ممكن تعمل معاكم كفته، ممكن تعمل معاكم همبرجر، يعملها بكل حاجه اللي ما عندوش كبه. لكن اللي عنده كبه مش مشكله، انا بتكلم اللي ما عندوش كبه. تمام يا حبايبي، وهتلعب بنفس الطريقه. رصيت الكفته عليها على البطاطس، ورحت حطاها على النار شويه، طبعا اتشربت كلها من قلب بعض. تمام كده، ورحت حاطه معلقتين زبده على الصينيه، وحطيتها على البوتاجاز لحد ما استوت خالص، طبعا على نار هاديه جدا، لان انتي ما بتحطيش اكتر من نص او ربع كوبايه ميه، لان كل البصل والطماطم واللحمه وكل ده بينزل ميته، فانتي بتسيبيها منها فيها تستوي. وطلعت بالمنظر ده، وطلعت طعمها جميل. اتمنى تجربوها وتعملوها. تمام يا حبايبي، اتمنى تشتركوا في قناتي عشان تكبروني. تمام، وان شاء الله لايك كويس وتعليق كويس لأم سيف يا حبايبي، وانتظروني في كل جديد وجديد مع احلى وصفات اقتصادية مع أم سيف. شكرا.